اغلبنا لما بيكون في علاقات وخصوصا البنات دايما بيكون مش فاهم الطرف اللي قدامه، هل هو فعلا بيحبه وبيهتم بيه ولا مجرد بيلعب بمشاعره. وده بيرجع لأسباب كتيرة جدا من الطفولة، مشاكل نفسية، ممكن مثلا مأذية من أهلها، فقد الحب والحنان، محدش مهتم بيها والكلام ده. كل اهتمام معناه حب، أحيانا بيكون مجرد وسيلة عشان البني آدم التاني ده يحقق منها مصلحة. خلينا في الفيديو ده نفرق كده ما بين الاهتمام الحقيقي وما بين التلاعب بالمشاعر. اشربك وتعالي اسمعي. الاهتمام الحقيقي، العلاقة بتكون بدايتها زي نهايتها زي استمرارها للأبد، الاهتمام فيها بيكون ثابت ومستمر. اما التلاعب بقى بيكون حاجة مؤقتة لمجرد بس ان هو بيهتم بيكي وقت ما يكون محتاج منك مصلحة، ووقت ما بيكونش عايز منك حاجة بتلاقيه رمي او بتلاقيها رمياك. وزي ما قلت التلاعب بالمشاعر وكده هتلاقيه دايما يهتم بيكي في فترة معينة ويقلبك في فترة تانية، موده مش حلو ومزاجه مش حلو، لا والله كان محتاج منك مصلحة فاهتم بيكي في الفترة دي وبعدين كرفلك. فدي اول حاجة. تاني حاجة بقى، الشخص اللي مهتم فعلا بيكي وهتلاقيه اهتمامه حقيقي هو اللي بيفرح لنجاحاتك وبيدعمك بجد. تلاقيه دايما بيدعمك وبيشجعك ويقولك اعملي ويشجعك على النجاح. اما المتلاعب هتلاقيه دايما بيظهر والله مبروك ومش عارفه ايه وكل الكلام ده، لكن لا هتلاقي منه دعم ولا هتلاقي منه تشجيع، وهتلاقيه دايما بيرميلك كده شويه احباطات وتقليل منك ومن الحاجه اللي انت بتعمليها كده في وسط الكلام. فده اعرفي ان هو بيلعب بيكي او اعرفي انها بتلعب بيكي. انا بتكلم بصفة المذكر، مش معنى كده انا بتكلم على العلاقة ما بين الراجل والست بس، لا انا بتكلم في العموم ما بين الاشخاص وبعضها. تالت حاجة بقى، الاهتمام الحقيقي معناه وجود الشخص ده دايما، وقت حزنك، وقت فرحك، وقت ما تحتاجيه، وقت ما يكون مالكيش مزاج اصلا ان انت تحبي او تدي، وهكذا. انت مش بس الطرف التاني انت اللي محتاجة منه ده، لا انت كمان هو محتاج منك ده. التلاعب بقى اول ما يشوفك سعيدة هيقرب منك وهتحسي قد ايه فرحان لك، لكن اول ما تقعي في ضيق او شدة تلاقي اول واحد يبعد عنك ويختفي، يرجع يظهر تاني وقت ما يحتاجك. رابع حاجة بقى، المهتم فعلا هتلاقيه بيسأل عنك من غير سبب، دايما موجود ومش مستني منك مقابل، مش بيعمل كده علشان انتي تعملي كده، او مش بيعمل كده علشان تديله حاجة او ياخد منك حاجة. انما بقى المتلاعب ما بيظهرش غير لما يكون عايز منك حاجة، دايما اختفى ملهوش وجود، بتكلميه ما يردش، بتحاولي تتواصلي معاه ما بيردش، ممكن تشوفيه في مكان ما يسلمش عليكي ويمشي، بس اول ما يعوز منك حاجة او اول ما يلاقيكي نجحتي وظهرتي ولمعتي هتلاقيه عاوز يقرب منك. عشان رقم 5، الاهتمام الحقيقي هتلاقي فيه دايما احترام لرغباتك وحدودك الشخصية. وقت المشاكل مش هتلاقيه يتعدى حدوده عليكي، لو انتي مثلا معرفة للشخص ده حدودك مش هتلاقيه ابدا وقت المشكلة يتعداها او يعايرك بيها. اما بقى المتلاعب هيضغط عليكي وهيحسسك بالذنب وهيشيل كل الذنب من عليه وهيرميه عليك انت، عشان بس يحس قد ايه ان هو ملاك وملهوش ذنب في المشاكل دي وانت اللي نكديه. الشخص اللي بيهتم بجد هتلاقيه بيحاول في اي خلاف ما بينكم او اي مشكلة يصلح بطريقة ناضجة، يجري دايما ان هو اللي يبدأ الصلح. اما المتلاعب بقى فبيستخدم دايما التهديد، يهددك دايما ان هو لو ما تصلحناش او لو ما عملتيش اللي انا عايزه انا همشي من حياتك، او هتلاقيه دايما بيعند عشان يسيطر عليكي وتنفذي رغباته. رقم 7، الاهتمام الحقيقي بيكون فيه صدق وصراحة، حتى لو الصراحة دي مش هتعجبك بس هو بينصحك عشان فعلا بيكون عايز مصلحتك. بقى المتلاعب هتلاقيه بيكذب عليكي، بيخفي عنك حاجات مش عايزك تعرفيها علشان ما توصليش قبله، وده بيحصل اكتر ما بين الصحاب. هتلاقيها لو هي فعلا مش عايزالك الخير ومش بتحبك هتلاقيها بتخفي عنك مثلا ان هي بتذاكر، بتخفي عنك مثلا ان هي بتعمل حاجة عشان ما تتشجعيش وتعملي زيها وهي اللي توصل قبلك. رقم 8، اللي هتلاقيه مهتم فعلا واهتمامه بيكي بيكون حقيقي، مش هيحاول يحسسك بالذنب علشان تعملي اللي هو عايزه، لا بتوصلوا لحل وسط. لو فعلا الحاجة اللي انت بتعمليها دي غلط هيخليكي توصلي لحل وسط، وواحدة واحدة انت اللي تبدأي تغيري من نفسك. اما المتلاعب بقى فدايما هتلاقيه بيحسسك بالتقصير
وقد ايه انت مقصره، وقد ايه انت بني ادمه مش كويسه وبتعملي حاجات مش كويسه. عكس بقى المهتم حقيقي واللي بيحبك فعلا، دايما هيحسسك انك شخص كويس، مش شخصية سيئة او اخلاقك مش كويسة. لا، بيحاول دايما يساعدك انك تبقي احسن. الاهتمام الحقيقي معناه شخص بيقدرك زي ما انت، بيحاولش يغير فيكي. اما بقى المتلاعب هتلاقيه دايما بيحاول يغير فيكي ويخليكي تحسي انك مش كفايه، ودايما راسملك صوره كده او شخصيه عاوزك توصلي لها وتكوني زيها علشان يحبك. المهتم الحقيقي مش هيقارن بينك وبين حد تاني. المتلاعب هتلاقيه دايما بيحطك في مقارنه ما بينك وما بين صاحبتك، ما بينك وما بين بنت خالته، بس يحسسك انك ناقصك حاجه، او علشان يخليكي تهتمي بس بيه وتدوري على اهتماماته هو بس. الاهتمام الحقيقي معناه ان الشخص بيتعامل معاكي بنفس الطريقه اللي بيتعامل بيها بينك وما بينه، هي الطريقه اللي بيتعامل بيها ما بينك وما بين الناس، ما بيحاولش يغير علشان يرضي حد. بقى الشخص اللعوب ممكن يبقى كويس ما بينك وما بينه، وفجأة قدام الناس يقلب بقى عشان يبين للناس قد ايه ان هو راجل قوي، او العكس يعاملك بطريقه وحشه جدا ما بينك وما بينه ويهينك ويزعقلك وتوصل ان هو يشتمك. الناس بقى يعاملك باحترام وانك ملكه معززه مكرمه معاه. الشخص ده اهتمام حقيقي هو اللي بجد بيحاول ان هو ما يسيطرش عليكي ولا يتحكم في قراراتك. اما بقى الراجل او الشخص اللعوب دايما عاوز يكون هو صاحب القرار في كل حاجه تخصك، تمشي على مزاجه هو وبس. رقم 13 تقريبا، الاهتمام الحقيقي فيه وضوح، مش هتلاقيه دايما بيلعب على نفسيتك. الشخص المتلاعب هتلاقيه دايما بيخليكي تايهه، او العلاقه اللي هي فيها لعب بالمشاعر هتخليكي دايما تايهه، مش عارفه انت عايزه ايه، مش عارفه انت فعلا في مكانك اللي تستحقيه ولا لا، ومش عارفه اصلا مكانك في مكانتك عنده عامله ازاي، وهل الشخص ده بيحبك فعلا. مش هيديكي كلام صريح في علاقتكم دي، هتلاقيه دايما انت مش عارفه طب هل انتوا بتحبوا بعض، طب هل انتوا في صداقه، طب هل انتوا مجرد زمايل ولا ايه. المهتم بجد والاهتمامه حقيقي هيفضل جنبك حتى لو مفيش حاجه ما بينكم غير الصداقه بس. متلاعب اول ما تقعي ويحس انه مش هيستفيد منك بيمشي فورا، بيختفي فورا. وبس كده خلصنا الفيديو. اتمنى تفهموا نفسكم وتفهموا انتوا فعلا في علاقة تستحق وجودكم فيها ولا لا. وبس كده، السلام عليكم.